مباشر من مصر بداية الأسبوع. أهلا بيكم مشاهدينا، أهلا بيك يا تامر. اهلا بيك يا منى، اهلا بيكم مشاهدينا يوم جديد ومباشر من مصر. نتمنى ان احنا نقدم لكم النهارده حلقه خاصه جدا. معانا استاذ عماد الدين حسين في الاخبار المحليه، ولكن معانا ضيف عزيز جدا في فقره خاصه النهارده مع الزميله منى الشرقاوي وهو الاستاذ عبد الله السناوي. هنتكلم فيه عن الوضع الحالي وما مستقبل مصر اليوم. احنا عندنا شويه حاجات كتير عايزين نتكلم عليها قبل ما نبتدي فقراتنا. في كلام كتير حوالين عوده وزاره الاعلام. عايزين بس نعرف يا تامر مين بياخد القرارات، وبياخد القرارات ازاي، وبياخد القرارات على انهي شكل. يعني احنا عندنا دستور نزلنا استفتينا عليه والناس قالت احنا عايزينه، وما كانش في وزاره اعلام خالص. يعني في مجلس وطني للاعلام. ابتدى بقى في كلام عن حاجات جديدة، وزير دولة لشؤون الإعلام، صياغة كده لسه مختلفة، هنشوف ايه هي بحيث ان احنا ندور على شكل او اخر لوزارة الإعلام. مش قصتنا وجود الوزير او لا، بس قصتنا يا تامر مين اللي بيضع القرارات دي، ومين اللي بيفكر فيها، وازاي؟ زي ضرائب الارباح على البورصه لما اتحطت وبعدين اتشالت وقالوا هنأجلها سنتين، زي 5 و6 ابتدائي زمان احنا هنعمل 5 ولا مش هنعمل 6 بالسنه الفاضيه بالظبط. فنفس الموضوع عوده وزاره الاعلام، احنا مش عارفين هل هيتم عوده وزاره الاعلام ولا لا، بس احنا يا ريت بنكون بنمشي خطوات لقدام، وهو المجلس الوطني للاعلام ما بنرجعش لورا ونعمل وزاره الاعلام. يعني في اعتقادي في كمان بمناسبه الاعلام، في بعض المذيعين اليومين دول بيشجعوا الناس على الهجره بشكل فج، يعني بيطردوا الناس من البلد بمعنى اصح، ما بيشجعوهمش على الهجره، بيطردوهم من البلد، اللي مش عاجبه يمشي. خد باسبورك واتكل على الله، وكأن الناس مستنياهم يقولوا لهم كده. يعني في ناس كتير، خلينا نقول ان يمكن 60% من تعداد الشعب المصري تحت سن ال 35، ودي احصائيه رسميه. فال 35 سنه دول المفروض انهم شباب وعندهم امال وعندهم طموحات. فانا عايزه اعرف حقيقي انتوا بتحاولوا تصدروا للناس ايه؟ وباي حق، يعني وباي حق انت مين عشان تقرر للاخر اذا كان يقعد في البلد او ما يقعدش في البلد وتطرده منها بالشكل الفج؟ اللي مش عاجبه يمشي. اعلامي شاف نفسه في كده، طب انت مستريح وبتقبض كويس وعايش كويس، ما تختارش الاخرين. وبعدين في اي بلد الثروه البشريه هي اسمها الثروه البشريه، نفكر ازاي نعد الانسان نبنيه ازاي، لكن نمشيه من البلد ما اعتقدش ان ده اسلوب سليم. لا، وبعدين طريقه التعامل، مش عارفين ناكلكم، مش عارفين نتعامل، استحملوا معانا 30 سنه زي ما وزير التخطيط بيقول علشان تلاقوا نتائج. يعني طريقه بصراحه، وكأن الناس كل واحد رئيس جمهورية نفسه. يعني رئيس الجمهورية شخصيا بيطلع يقول احنا عايزين نستحمل، واحنا عايزين ندعم البلد، وعايزين ندعم الشباب، وهو نفسه بيصدر لنا طاقة إيجابية. ولكن برامج التلفزيون بتقول لك لا، ما فيش الكلام ده. ومش بس برامج التلفزيون، لا كمان بعض ذكرت وزير التخطيط و30 عام حتى يشعر المواطن باستمرار التنمية، وذكرت رئيس الجمهورية. يعني ايقاع رئاسة الجمهورية في مطالبتها مثلا عايزين نخلص الموضوع ده بسرعة، عايزين ننجز الموضوع ده ايقاع مختلف تماما عن اللي بيقول 30 سنه عشان يشعر المواطن بثمار التنميه. هل قالوا لهم كده في البرازيل وهم بيعملوا التنميه بتاعتهم؟ هل قالوا كده في الهند؟ هل قالوا كده في الصين؟ هل قالوا هتستنوا 30 سنه؟ هل ده وضع طبيعي ان الناس تستنى 30 سنه في العصر اللي احنا فيه عشان نحس بثمار التنميه؟ يعني محتاجين توضيح اكتر من وزاره التخطيط. عربيه المحافظ بتاعت اسكندريه، لازم نتكلم على عربيه المحافظ بتاعت اسكندريه. دلوقتي احنا معناش فلوس، والاعلاميين عايزين يمشوا الناس اللي في البلد عشان هم شايفين ان البلد معهاش فلوس تاكلهم وتشربهم. وفي الوقت ده محافظ اسكندريه ربنا فتح عليه بعربيه جديده اخر موديل واخر شياكه. الناس عماله مختلفه، في ناس بتقول ب 500,000 وفي ناس بتقول ب 800,000. وقرارات تخصيص اتنشرت على شويه مواقع الكترونيه، يعني واحنا مش عارفين بقى دي بفلوس مين. هل بفلوسه ولا بفلوس الدوله؟ هو ده السؤال اللي انا مش عارفه. قرار تخصيص دي يعني ايه برضه؟ تاخد قرار تخصيص ده يعني حاجه رسميه يعني. هو لو بفلوس الدوله يبقى كتير بصراحه. في لحظه المفروض الدوله بتتقشف فيها ان عربيه ب 500 او 800,000 يبقى كتير. احنا عايزين عربيه سليمه ماشيه كويسه بتكييف علشان يبقى قاعد في وضع ادمي ومناسب. التكييف ما بقاش يعني رفاهيه، ومحدش بقى ياخد الفيديو ويقصه من النص ويقول المذيعين التلفزيون المصري بيقولوا التكييف مش رفاهيه.
عربيه ب 100,000 جنيه هتسد نفس اللي هتعمله على فكره العربيه ب 800,000 جنيه، وهتبقى باقي الفلوس هتخصص لدعم بقى مشاريع بجد ممكن تعملها المحافظه. مستنيين بس رد من المحافظه او من المحافظ يقول لنا فعلا حقيقه الموضوع ده، العربيه دي بفلوس ولا بفلوس المحافظه. بس في حاجه ايجابيه بقى الاسبوع اللي فات ده، ان اداء وزاره الكهرباء يوم الاربعاء بالذات اللي هو الاربعاء الشهير اللي هو كان حر جدا ده، كان اداء كويس. يعني انا ممكن اقول ممتاز. انقطاعات الكهرباء كانت اقل. ممتاز، ده تقييمك؟ لان عايزه اقول لك ان نسبه قطع الكهرباء يعني حقيقي كان كميه تحميل غير طبيعيه، وكل من يملك تكييف وكل من يملك مروحه كان بيحاول ان هو يستخدمها طبعا في الوقت ده، وفعلا كان نسبه انقطاع الكهرباء حتى وان كانت في بعض المحافظات زياده عن القاهره واسكندريه، يعني المحافظات الكبيره او الرئيسيه، لكن لا طبعا كان في خطه محترمه يعني للتعامل مع الموقف، او احنا على الاقل شفنا ان ما فيش قطع كهرباء زي ما كنا متوقعين. في حاجه ثانيه عايزه تتكلمي فيها؟ انت كنت عايزه تتكلمي على بلاتر، بس انا مأجل الكلام على بلاتر مع استاذ عماد الدين حسين على انتخابات الفيفا امبارح. طيب موافق. اوكي خلاص. طيب مشاهدينا لسه مستمرين معاكم، وبعد الفاصل استاذ عماد الدين حسين تحليل الاخبار المحليه، وبعديها ضيف خاص جدا وهو الاستاذ عبد الله السناوي تحليل للوضع الحالي في مصر. تابعونا.